4 عادات الصبح لو عملناهم يومنا هيبقى حلو، هيبقى جميل، وهتبقى عادات حلوة ومش هنحس بتكسير في الجسم، ومش هنحس ب بقلة الشغف في حياتنا والكلام ده. إيه الحاجات دي؟ أول حاجة صلاة الفجر، يعني أول حاجة نصلي الفجر، لو صلينا الفجر وشكرنا ربنا على النعم اللي اداها لنا، هنحس إن اليوم بدأ يوم جميل وجسمنا مش هيبقى مكسر، وهيبقى عندنا كده صحة وتمام. تاني حاجة أقوم كده أول نُص ساعة أقرأ وِرد، أعمل وِرد ليّا في اليوم، أعمل مثلًا لو وِرد قرآن، أذكار، أقرا الأذكار بتاعتي، أقرا جزء من القرآن الصبح كده، ده هيغيّر في مودي 180 درجة، وهيخلّي عندي روحانيات حلوة كده على الصبح، تمام، دي تاني حاجة. تالت حاجة بقى ما نقعدش نمسك الموبايل أول ما نصحى من النوم، ونسمع أخبار حلوة ولا أخبار وحشة، ما نمسكش الموبايل، نعمل إيه، نحرّك جسمنا أول 10 دقايق أو أول نُص ساعة أمّا نصحى، يعني أعمل رياضة، أعمل أي حاجة في البيت، أنزل أتمشى، أنزل أشتري حاجة، أحرّك جسمي عشان الدورة الدموية تجري في جسمي، وأحس إن جسمي كده نشيط وعندي كده إيه، وعندي طاقة وعندي power، تمام. رابع حاجة بقى أكتب حاجة تخلّيني مبسوطة، يعني أكتب سبب يخلّيني مبسوطة النهارده، أكتب حاجة أمنية مثلًا أنا نِفْسي فيها تتحقق، أكتبها يمكن ربنا يحققها لي وأتمناها، وأقول إن شاء الله اليوم ده هيبقى حلو، اليوم ده هيبقى تمام، اليوم ده هيبقى كُلّه خير وكُلّه بركة، أنا أتمنى كده وأقول كده عشان يحصل كده إن شاء الله، وأشوف إيه اللي ممكن أنجزه في اليوم ده، يعني لو عندي 4 حاجات عايزة أعملهم وما فيش وقت أعملهم، مش هاقدر أعملهم النهارده، طَب إيه الحاجة الواحدة اللي ممكن أعملها وأنجز فيها النهارده وأحس إن أنا عملت عمل كبير، وأحس إن أنا نجحت النهارده، ما أنا ممكن أعمل حاجة واحدة تحسسني بالنجاح وتحسسني إن أنا عملت إنجاز وعملت حاجة النهارده مهمة. بدل ما أقعد كده أفكّر في 3، 4 حاجات مش عارفة أعملهم واليوم يروح منّي وأحس إن أنا مش عارفة أنجز حاجة في حياتي.